من مراكش ومن فاس انطلقوا، عبروا مضيق جبل طارق، أحرقوا سفنهم كما فعل الأجداد، عازمين لا يعودوا حتى يحققوا المجد الأولمبي في بلاد الغال. من بلاد العم سام جاءت بعثة مشكوك في أمرها، لا هم بمنتخب صعب ولا هم بالسهل. المغرب لم يعرهم أي اهتمام، فسجل سفيان رحيم الهدف الأول وأرسلهم لغرف الملابس في حيرة من أمرهم. الشوط الثاني كان بعنوان الصمود والترصد ل20 دقيقة ثم الانقضاض على الفريسة. أسود الأطلس افترست العم سام بلا رحمة. أمريكا بعظمتها وشموخها أهينت على يد المغرب برباعية نظيفة، والمغرب أيضا كانت عظيمة ولا تزال. خطوة واحدة تفصلنا عن التتويج، لنجعلها خطوتين لحمل الذهب. إلى اللقاء. أصدقائي، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة من قصص وتقارير كروية. إلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله.